لو عندك دقيقة زيادة تعالوا نسمع فكرة جامدة. محدش مثلا يتخيل انه كلية الزراعة في بلد زي مصر محتاجة تنمية زراعية ومحتاجة زراعة بتقبل الطالب في الثانوية العامة اللي تقريبا شبه راسب، بينما ان الطلبة المتفوقين كلهم مكدسين في الطب والهندسة، ومعظمهم بعد ما بيتخرج بيشتغل، ممكن يشتغل في التجارة او يشتغل في اي حاجة تانية. عملية اختيار الطلبة المتفوقين وادخالهم الكليات التخصصات اللي ما بيدخلهاش الطلبة المتفوقين دي لازم تتم اولا عن طريق الاعلام، التعريف بأهمية الزراعة، أهمية العلوم، أهمية التجارة، أهمية الحقوق، وأن يكون عندنا قانونين كويسين ما بين طلبة الثانوية العامة. ثم بعد ذلك طرح العرض دون بعد ظهور النتيجة، إنه الطالب اللي جايب مجموع يدخله الطب أو الهندسة لو دخل إحدى هذه الكليات يحصل فيها على راتب مثلا شهري حوالي 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، ولابد إن المرتب ده يزيد ويقل حسب الدخول، متوسط الدخول في البلد. بتتم مرحلة أولانية إن أنا بعرف الطالب بالمواد اللي هو بيدرسها وإيه فايدتها بالنسبة للبلد بعد ما يتخرج، وبعد كده أعمل له اختبار قدرات أشوفه هل هو فعلا هيكون ناجح لما يخش الكلية دي ولا لا، ولما تتم ويشوف إن هو ناجح فعلا أقبله في الكلية دي وأدي له الراتب بتاعه لا ينقطع بصرف النظر عن النتائج لحين التخرج، لأن ده بيضمن استقرار للطالب طول ما هو بيدرس، ويضمن له في نفس الوقت ان الموضوع مش شهر شهرين ولا 6 اشهر وخلاص. انا متاكد تماما انه زي ما هو كان متفوق في الثانويه العامه هيكون متفوق في الكليه فورا. الجهات اللي شغاله في التخصصات اللي هو درسها دي سواء كان زراعه او علوم او حقوق او تجاره فورا هتلتقطه وتخليه ان هو يشتغل عندها وياخد مرتب مجزي، ومن هنا هتزداد سمعه الكليات دي اللي هي دلوقتي سمعتها الطالب اللي بيخشها ما بيشتغلش، الطالب اللي بيدخلها ليس ذو قيمه في المجتمع او لا يقدر في المجتمع، هيبقى طالب مقدر. هذا البرنامج برعايه بيك رولز وبيك ستيكس.